في الجولة الثانية من المرحلة الانتخابية لمجلس النواب ووصول المتنافسين إلى المربع الذهبي، كاميرا نبض العاصمة نزلت مدينة المحلة علشان تعرف نبض الشارع بيقول مين هو أقوى المرشحين. ورحمة الله وبركاته. أنا كل اللي عايز أقوله لكم دلوقتي يا جماعة إن إحنا لازم نفكر قبل ما نختار. ليه بقى؟ جربنا كتير، عايزين بقى نشوف اللي جاي. ليه؟ علشان لازم حد يكون فاهم وواعي علشان يحطنا على النقطة الصح. أنا واحد أول مرة أنزل انتخابات، أول مرة. أنا عايز أقول لكم شفت الجماعة دول بالصدفة، حبيت أقول الكلمتين دول بس فقط لا غير. محمود بيه كموني راجل فاهم، راجل عارف هو بيعمل ايه، راجل ما يلزموش ولا يلزمه منصب ولا يلزمه اي حاجه. فاحنا عايزين نفكر نشوف ازاي هنختار، نشوف ازاي هنمشي ورا حد يوجهنا لطريق صح، ما يكونش هو هدفه مصلحه. يعني احنا مش عايزين يكون هدفه مصلحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيادة اللواء اخونا الكبير اللواء محمود حسن الكموني ان شاء الله في دوره جديده باذن الله. الراجل ده يا جماعه بيخدم الناس، ما بيخدمش اي حد غير الناس، بيحب الناس وبيحبنا، والحمد لله فاتحين مصالح اهيت وفتحنا بيوتها من ورا انه وقف جنبنا عشان نفتح المحلات اللي قدامكم دي، وباذن الله يمسكها على طول ما هو موجود. اللواء محمود حسن الكموني الاصل الطيب، ابن الحاج حسن الكموني الاصل الطيب، نصير الفقراء والمحتاجين ابو الغلابه، صاحب المقله اللي كانت في ميدان البهلوان. الراجل ده خدوم طول عمره، انا اعرفه اكتر من 30 سنه. هو اللي هو محمود حسن الكموني 2026 يغير حاجه للشباب، واحنا كلنا بندعمه لان احنا في الفتره اللي فاتت دي ما شفناش اي تغيير. فباذن الله الامل في اللي هو محمود حسن الكموني الفتره دي باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنأيد اللواء محمود حسن الكموني إن شاء الله. وزي ما قلنا قبل كده، اللي بينجح بفلوسه بيخدم فلوسه، واللي بينجح بالشعب بيخدم الشعب يا جماعة. الراجل ده من يوم ما أصلا ما كانش ماسك كرسي ولا منصب وهو بيخدم الناس كلها، وهو برضك إن شاء الله هينجح عشان الناس دي كلها وراه، وإن شاء الله بالتوفيق. يؤكد الأهالي في الشارع أن مؤيدي اللواء محمود الكموني كثر، ومن الواضح أنهم متفقون على شعار حملته: من جهب الناس هيخدم الناس، وهو الشعار الذي يردده أنصاره بقوة خلال الجولة الانتخابية. طبعا يعني هو غني عن التعريف، وعائلة الكموني، وهو الراجل المحترم كابتن محمود، وراجل على خلق، وان شاء الله يعني ناجح بامر الله في مجلس النواب ان شاء الله 26. وان شاء الله هو برضه هيشوف مصالح المحله ومصالح شعب المحله، ونتمنى ونتعشم فيه خير ان شاء الله. طبعا كل الدعم وكل المرشحين اخواتنا وحبايبنا طبعا، بس بالنسبه للواء محمود الكموني ده اخونا الكبير طبعا، وبنتشرف بيه ان شاء الله، وكلنا في ظهرك يا ريس. رقم 3 رمز الحصان. توفيق ان شاء الله يا كبير. لسيادة اللواء محمود حسن الكموني، وان شاء رب العالمين كلنا بندعمه وربنا يوفقه دايما. هو راجل خدوم ورمز الشرف والامانه هنا، وخدوم من غير حتى مجلس الشعب ومن غير اي حاجه، دايما بيخدم الناس وفتح مكتبه لكل الناس، وبالتوفيق دايما ليه. سيادة اللواء محمود الكموني ان شاء الله رمز رقم 3 رمز الحصان. ربنا يوفقه يا رب وينصره ويسدد خطاه. هو راجل النزاهه، راجل الشرف، راجل الانجازات، وربنا معاه ويكرمه فيما هو قادم باذن الله، ويوفقه ان شاء الله. وكل الدعم لسياده اللواء. اللي هو محمود الكموني من اشرف الناس اللي شفناها في الداخليه. اللي هو محمود الكموني ابن المحله، الراجل الخدوم المحترم، ابن الاصول. كموني اصلح واحسن واحد يمثل المحله ان شاء الله. رقم 3 رمز الحصان محمود حسن الكموني. محمود حسن الكموني وده يشرفنا، وده اخونا الكبير، وانا متربي عندهم في الدكان، عشان الشخصيه دي شخصيه محترمه جدا، وفعلا الناس لازم تدعمه جدا ولازم تأيده جدا، عشان ايده الاول شريفه وهيخدم الناس لما ينجح، والناس فعلا هتصدق كلامه. والراجل ده ما بيهزرش في شغله، والراجل ده شوفوا كان ايه،
ويشوف هيعمل ايه للبلد، وراجل كويس جدا وراجل محترم جدا وفي خير جدا هيقدمه للبلد، وهيعمل حاجات كتير للبلد، والحاجات الشباب اللي احنا طالبينها منه هيقف معانا وهيقف مع الناس المتجوزه وهيقف مع الناس المحترمه، والناس هنا بتجيله ما بيكسرش بخاطر حد ولا بيكسر بخاطر اي حاجه في الدنيا. وانا كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا هنا بندعم الحاج محمود حسن الكموني، رمز النزاهه والشرف، من غير اي حاجه بيخدم اي حد. وطبعا متعودين مننا هنا كلنا متعودين منه هنا على كده، رمز الشرف صراحه، من غير اي حاجه بيخدم اي حد صراحه. نتمنى له طبعا التوفيق والنجاح، ومن نجاح لنجاح باذن الله. رقم 3 رمز الحصان. اللواء محمود الكموني احنا نعرفه من عمره من سنين، بسم الله ما شاء الله عليه، من الناس المحترمه جدا 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 في المحله، واحنا كلنا بندعمه وفي ظهره. وكما شاهدنا واستمعنا إلى آراء الأهالي، فقد عبر الكثيرون عن دعمهم للواء محمود الكموني رقم 3 رمز الحصان، مؤكدين أنه رجل المرحلة القادمة.